عسلامة، شنو احوالكم البنات؟ غبت عليكم شوية في الفيديوهات. كهو كما قلت لكم نخدم وزيد الجمعة اللي فاتت عندي برشا قضيات. وحسيلو باش نحكي لكم على الغريبة اللي صارت لي. نقولوا ديما الحمد لله. نسأل عليكم ساعة شنو احوالكم. نشكركم برشا ونشكر لي زابوني جدد. نشكر اللي قاعدين يتبعوا فيا، اللي قاعدين يدعموا بالتعاليق. بالحق فرحانة بهم برشا برشا. قاعدة نرجع انا نقول لهم راني فرحانة بيكم. والله العزيز ما تتصوروش قديش فرحتي كي نقرا كومنتير، ومش هكا يعني ككومنتير مرة واحدة، لا اللي تلقاه مثلا كل ما تهبط فيديو يعمل لك كومنتير، يحط لك جيم، يقول لك راني انا نشجع فيك، راني انا معاك. بالحق محلاهم الناس هذوكم. نفرح بهم برشا برشا. الكلنا رانا وخيين واصحاب، وان شاء الله يا ربي تكون لمة خير، ونتبادلوا المعارف، ونتبادلوا التجارب من تونس، من الجزائر، من مصر، من المغرب، من ليبيا، من البلدان الكل، من الولايات الكل. مرحبا بكم. حسيلو هذايا روتيني انا اليوم نهار الاحد. قمت الصباح بعدك الفطير، ما صورتش معاكم فطور معايا الصغار وكل شيء. حسيلو ساعات التليفون يعود طايح شارج ونعود نزرب، الحق من تلهاش حتى باش نصور. قلت خليني نعمل حويجة خفيفة هكا نص النهار مادامنا ملمومين مع بعضنا، وحاجات كيف هكا ساندويتشات ولا الحاجات هذوما يتاكلوا كان كتعود فما كلمة والعائلة ملمومة وكل شيء. خاطرني نخدم ديما نقول لكم يعني نبروفيتي النهار اللي نقعد فيه مع راجلي مع صغاري باش نعمل هكا حويجة نفرحهم ونبدلوا بها الجو في الدار وكل شيء هكا. وقلت خليني نعمل خبزة محشية، والله مكونات بسيطة وسهلة، ما همش صعاب، مش صعاب عند الناس الكل. شوية سكالوب من موجود عندك، قليت شوية بطاطا، شوية جبن، شوية عظم، بالموجود عندك. ما هيش حاجة يعني كبيرة باش تتكلف لك، وإلا باش تحير فيها وتقول ليه وحتى نشري وحتى نقضي وحتى ليه حاجات عندك في الدار تنجم تعمل بيهم، ما تحيروش. واحد كيعود متوفر عنده مرحبا، مش متوفر باللي عنده في الدار، وهذيك هي المرأة. ذاك علاش بالحق يعطيها الصحة وما شاء الله عليها، بحاجات بسيطة تعمل دبارتها وتتفنن وتصنف وتنوع، وإن شاء الله يا رب يكون في عوننا، وإن شاء الله يا رب يعاوننا. بالأخص المرأة اللي تخدم، حتى المرأة اللي في الدار زادة ربي يعاونها. الكلنا تعبين والحمد لله يا ربي. وهذيك كما نقولوا احنا الحاجه اللي تخلينا ديما ناشطين، ديما عنا الامل، وديما حتى واحد كي يعود تاعب ليه على خاص صغار وكل شيء يقوم ويعمل من الضعف قوه. الحمد لله يا رب. حتى وكان يتيح نهارين ثلاثه بالحق انا البنات تصير لي هذية هكا، بعد نحس مثلا شهر شهرين صدقوني البنات تجيني بريود متاع 3-4 أيام ولا حتى جمعة كيما البريود اللي تعديت. صدقوني نعود ما عنديش قوة حتى لا باش نطيب، لا باش نقضي، لا باش ناكل، كتافي تعود رزينة. نعود ما عيني في حتى شيء. والحمد لله واحد يتقوى على روحه ويتعداها الفترة هذيك، ويقول يا ربي الحمد لله اني تعديت وانا رجعت يعني عادي ولاباس والحمد لله وكل شيء. نحمد ربي على كل حال. هذه قلت لكم كان روتيني نهار الاحد. الحكايه الغريبه اللي باش نحكيها لكم، هبط بوست انا قلت راني باش اللي يحبوا النباتات وكل شيء راني باش نعمل لكم فيديو باش نقول لكم على العنايه بهم وكل شيء وكيفاش تستحفظوا عليهم وكل شيء. حيصيروا نهار الجمعه ونهار الخميس. نهار الخميس نهار كامل صدقوني وانا حاطه نصور منها روتين، منها شنية طيبت، ومنها اكل عنايه باللي بلانت متاعي. حسيلو 9 ولا 10 محابس ما شاء الله اللي عاودتهم ونظفتهم وكله نصور فيه راوه، والروتين متاعي وغسلت الزرابي وحاسيلو تعرف ما شاء الله روتين
حسيلو ومنتجت وعملت كل شيء وركبت الصوت وكل شيء. حسيلو ما نعرفش كيفاش مش كاتب باش يهبط، بالحق غاضني على الاخر. ما نعرفش كيفاش تفسخ لي والله. تعرف ما نعرفش شنو اللي عملت انا. كهو رجع عليا التعب، كهو دخت بعد ما كملت كل شيء حسيلو باش نهبط تفسخ لي. انا قال لي وقتها الستوكاج وكل شيء، ما نعرفش شنو اللي عملت. حسيلو غاضني وليت هبط، خرجت فك الليل الدنيا ظلام، ولا الفيديو الصغير هذيك اللي هبطته قلت باش خاطرني عطيت كلمه باش العباد ما تبقاش يعني خايبه، باش قلت حاجه هبط. حسيلو صورت نتاع دقيقه من زمان وقلت شنو يلزمنا نعملوا، المحابس مريقلين والبلانت مريقلين. حسيلو الحمد لله. والله صار لي فيه جبر، نقولوا احنا خاطر ما شاء الله. جاوني على كل الفيديو هذاك يعني بتاع دقيقة دي زابوني ودي كومنتير، والله فرحانة بهم خير والحمد لله يا ربي. لهنا حسيلو في وسط هكايا نحضر في الخبز المشيع، المعون هذا نحيته زادة، وكان كنت قاعدة نستنى في العظام تتصمت ولا حاجة كيف هكا. ديما في وسط القضية أنا راني نحيه المعون، ما نبقاش ديما نلقى فضوى نغسل المعون اللي تيح كما يقولوها، نغسل ونحي باش ما يتكدسش عليا، باش نجي انا وما حطيت فطوري طيب ولا حاجتي مثلا في الفور الطيب وكل شيء، ما هي كملت وطابت وحضرت وكل شيء، الا انا رجلت معوني مغسول ويبقى كانك الحاجه اللي قاعده نطيب فيها ولا استعملتها يعني الاخرانيه. اما كما تشوفوا تويكا صدق ما عندي حتى شيء، يعني المعون نحيته الكل هكا. هو لهنا حسيلو البطاطا هيك حضرت والدجاج حضر، العظم زالت، قلت خلينا نحضر الجبن كيف هكا. قصو ما خذيتش برشا جبونات والله، باش نهبط ناخذ جبن سلايس صدقوني الوقت زربني ما هبطتش باللي عندي ذاك التريونغل بريسيدون، عندي شويه جبن مرحي هكا. هو مش حاجات يعني تتكلف، ولا موجودين في الكوجينة، موجودين في الفريجيدير. لهنا ما شاء الله شوفوا العجينة كيفاش خمرت بالحق ما شاء الله تبارك الله. ما خليتهاش برشا، راني كيما معاكم في الوقت اللي انا معاكم يعني عجنتها وحطيتها هكا، غطيتها وحطيتها على جنب، ومشيت حضرت لي زانغريديون هذوك اللي انا حاجتي بيهم، وما شاء الله خمرت بالكدا بالرغم اللي الطقس ماهوش سخون، مش بارد اما متوسط يعني باهي. والله ان شاء الله الحمد لله ربي يرحمنا في هالايامات هذه، مازلنا نتمتعوا بهم الايامات البارده هذه، بالحق نتمتعوا بهم خاطر باش تجينا السخانه، بالحق احنا ما نقاوموش، الدنيا سخونه برشا. الحمد لله الايامات هذه البارده والشتاء ما شاء الله. ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يرحمنا. الهريسه هذه خلطت شويه هريسه في الحكه هذيك وزدتها شويه هريسه عربي، ما كثرتش باش ما تجينيش حاره. شويه هكاك البطاطا نشفتها من الزيت باش ما تجيش مزيته ولا حاجه. العظم لهنا العظم حطيت لها الملح والفلفل الاكحل باش ما تجينيش مش ما تجيش ناقصه هكا، تجي فيها مطعم باهي وكل شيء. الدجاج هذاك معاكم اني فوحته، حطيت فيه حتى الكل والزعتر يجي بنين على الاخر ومحليه، شويه الجبن هذاك الفرماج، زيدوا معاه شويه الجبن ربي نتاعو. يمكن لهنا انا ما عنديش الزيتون والكبار، عوضت بالفلفل هذاك مش حار باهي، جست كالجو شويه المالحه اكاهو. وحتى من العجينه عاونتني في الحلين تبارك الله وما شاء الله. شوف كيفاش ما لا تلصق لا تشد لا حتى شيء. يمكن 300 غرام الفارينه، انا ما نوزنش الحق بالعين،
كنت 300 غرام هكاك. انا وقت اللي نعجن فيها كنقسمها على 2 باش نعرف هكا انا وحده يعني باش نحطها من اللوطه والاخرى باش نغطي بها باش ما يبقاليش العجينه تبقى لي ما نحبش شويه تتلوح. كاين جات برشا والله ينقولوا هكا واحد باش يعمل بها حاجه اخرى، اما شويه كيف من هكاك ما تلقى ما تعمل بها دو بريفيرونس انك ما تكثرش باش ما التبذير وما تلوحش نعمة ربي. مش باش نخلط نعمل هكا بالفرشيطه وكا عملتها بالسكينه كيف هكاك والله جات باهيه وشدت العجينه في بعضها ما تحلتليش بالكل. طبعا بعد تشوفوا ما تحلتليش في الكوشه. بالنسبه للاصفر العظمه اللي هنا فما شكون يحط فيه الحليب، انا ما حطيتش، انا زدته لهنا باش يجي محليه كسفوريه هذيك ومن بعد يحمر في الكوشه زدته شويه كركم. والله طريقه باهيه ومحلاها واللون من بعد يجيكم هكا الدوري محلاه. انا نحس كي نحط شويه حليب صحيح ينحي الريحه ما الصفوريه تقل، اللون ما يجيش هكا اصفر. شوف ما شاء الله لهنا كيفاه جات هكا. هاو الفطور حضر هني باش نقص معاكم لهنا ذيك الماء هابط واللص حنا نكون مغسولين في بالي زي انا ولا درشنا وقعدت نشوف فيه حسيلو هاك الفيديو ما قصيت منه حتى شيء كيما انا في الكوجينه روتين هكا. هو ذيك هي المراه في الكوجينه هاكا. قصيت لكم ترونش باش تشوفوا على عينيكم ما تحلتش ما شاء الله، قاعده على جناب هكا مسكره. شوفوا كل لون كيفاه جاي احمر، راي ما شدتليش وقت في الفور. جمله كل شيء طايب من داخل، جوستك التحميره من اللوط من فوق. شوفوا الخبز كيفاه، شوفوا التحميره ما شاء الله. هذه بنتي حطت لي قلب قالت لي ماما محليها الريحه ومحليها المنظر. اخزرك الخبز كيفاش مش معجن صدقوني بالحق ما شاء الله ما شاء الله. قسيتهم كيف هكاكا والله يعني ززيتنا في فطور نص نهار ما شاء الله يعني باهية خفيفة وتشبع الحمد لله. كهو من بعدها قلت خلي نمشي نعمل انا توا قيوتي. حضرت قيوتي مع هكا شوية شوكولاتة كعيبة ياغورت نحلو بها كهو. نمشي نبقى توا شوية في الصالة نرتاح ومن بعد للعشاء دبارة أخرى وروتين آخر. ونقول لكم نستنى تعاليقكم. مرحبا بكم اللي مازال ما عملش ابوني مرحبا بيه ونتلاقاو في فيديو